اي حد لما بيجي بيتعلم برمجه بيسمع مصطلح كتير جدا. ايه هو المصطلح ده؟ بروبلم سولفينج. انا لما كنت بسمعه كنت فاكر نفسي ان انا لازم أنا اكون عبقري واينشتاين ومتعلم 50 لغه برمجه علشان اخش في البروبلم سولفينج. بس لما بدات اكسر خوفي وبدات اخش في بروبلم سولفينج لقيت ان الحياه ابسط من كده بكتير. لقيت ان يعني مش لازم ان انا اكون عبقري. فانا مثلا لو جيت طلبت منك انك انت تعملي فانكشن بترجع لي مثلا كلمه هلو يوسف مؤمن، او هلو وورلد، او هلو اي حاجه، تمام، او بترجع لي اي كلمه وخلاص. تمام. انت تيجي تفهم وتستنتج وتقول ده هو بيقول لي فانكشن مش برنت. فانا هبدا ارجع لكورس لغه البرمجه اللي انا اللي انا كنت بدرسه او اللي انا خلصته او اللي انا لسه بدرس فيه، وافهم يعني ايه فانكشن. ولما افهم يعني ايه فانكشن فانا هقدر اعمل له فانكشن بترجع لي كلمه هلو يوسف مؤمن. وهيظهر الكود اللي قدامك دلوقتي ده كود عباره عن سطرين بفانكشن مبنيه بترجع لي كلمه هلو يوسف مؤمن، ومبنيه بلغه برمجه لغه سي. تمام. فهو هيظهر وبعدين هيظهر معاك النتيجه في الاخر في التيرمينال هلو يوسف مؤمن. كده احنا حلينا بروبلم سولفنج سهله وبسيطه، وكل مرحله وكل تقدم الدنيا يعني الدنيا بيصعب عليك شويه، بس انت عقلك بيبدا يفهم وانماط عقلك بتبدا توسع. فانا عاوزك انك انت تكسر خوفك وتخش في البروبلم سولفنج علشان تكون مهندس شاطر بمعنى صح. والبروبلم سولفنج ده هو محتاج 3 حاجات: انك تفهم المشكله، وبانك انت تفهم هو محتاج ايه في الاخر، وبانك انت تلاقي ابسط طريقه لحل المشكله دي. انت ممكن تلاقي مليون طريقه، بس تختار ابسط طريقه علشان توفر وقت وجهد وانت ما تزهقش او ما تتخنقش. وبس كده، سلام، واشوفك في فيديو جديد في بروبلم سولفينج 2. سلام.